قبل المواجهة المرتقبة أمام بطل غانا، عقد مدرب شبيبة القبائل جوزيف زينباور ندوة صحفية أكد فيها أن منافسه يملك لاعبين يتميزون بالسرعة، وأن الهدف الأساسي هو إيجاد الطريقة المثلى لتحقيق الفوز. المدرب كشف أن الطاقم الفني درس طريقة لعب الخصم، مع العلم أنه بطل غانا هذا الموسم واستقدم 14 لاعبا جديدا، لكنه شدد أن التركيز منصب على كيفية العودة بنتيجة إيجابية. زينباور عبر عن ارتياحه للتسهيلات التي وجدها الفريق منذ وصوله إلى غانا، مؤكدا أن هذا الأمر ساعد اللاعبين على التحضير في أجواء مريحة. كما أشار إلى أن المعنويات مرتفعة واللاعبين يركزون على إسعاد الجماهير بنتيجة مشرفة. وعلى الصعيد التكتيكي، قرر المدرب إحداث تغيير مهم بالتحول من خطة 4-3-2-1 إلى 4-4-2، بحثا عن توازن أفضل بين الدفاع والهجوم، خصوصا لمواجهة سرعة لاعبي الفريق الغاني. بعد خسارة وهران الأخيرة، الفريق دخل مباشرة في أجواء المنافسة الإفريقية، مع عمل جد على تصحيح الأخطاء الهجومية وتحسين استغلال الفرص، حيث يرى المدرب أن الأداء يتطور أسبوعا بعد أسبوع. زينباور شدد أن ما يهمه ليس من يسجل الأهداف، بل تحقيق الفوز والتحضير الجيد للمباريات القادمة، وعلى رأسها مواجهة مستغانم في البطولة. كما أوضح أن التأقلم مع أرضية الميدان أمر ضروري، مذكرا أن ملعب حسين آية أحمد لا يقارن بملعب غانا الذي يختلف كثيرا في المواصفات. من جهة أخرى، الإدارة تؤكد دعمها الكامل للمدرب الألماني بعقد ممتد حتى صيف 2026 في مشروع يهدف إلى إعادة الفريق إلى منصة التتويجات القارية. أما الجماهير التي يعتبرها زينباور اللاعب رقم 12، فهي تنتظر الكثير من الكناري هذا الموسم.